كيفاه تخرج بلاكة الزطلة هذه ولا كما يسموها القنب الهندي من المغرب لين توصل لتونس، وقداش يتكلف راس مالها حسب رايك، وقداش تباع في تونس هي اصلا. ظهر لي في وقتنا هذا الناس تكون نعرفوا حاجه اسمها زطلة، كمخدر ممنوع ويهز الحبس بالطبيعه. اما عمركش سمعت اللي نبتة القنب الهندي عندها برشا استعمالات اخرى بخلاف انك تتكيفها؟ اول حاجه يستعملوها في الحوايج على خاطر نبتة القنب خير مقطن، وقبل الاوروب كانوا يستعملوا فيها صناعه الحبال نتاع السفن الخشانه، وينجم زاد يعوض السيمان ويبنوا بالياف القنب بديار كما قاعده ترى. الزيت نتاع القنب الهندي يستعملوه في المكياج، في الصابون وانواع من الشامبوانات، حتى في الماكله فيه برشا منافع. 100 جرام بركه من زريعه القنب الهندي فيها 31 جرام بروتين. وعلى فكره زريعه القنب راهي ما تاثرش على المخ جمله، وفيها زاد الاوميغا 3 والاوميغا 6 وبرشا فيتامينات اخرين. والامريكان واليابانيين يستعملوا برشا البذره هذه في الغذاء نتاعها، وحتى في الطب راهي موجوده، ينقص من الوجاعه نتاع مرضى السرطان عافانا وعافاكم الله، ويداوي الصرع وبرشا امراض اخرين. ونزيدك معلومه اخرى، القنب الهندي تستعمل فيه شركات كيما بيام ومرسيدس. كراها بيام الاي3 فيها برشا قطاع بلاستيك بدلوهم بالياف القنب الهندي على خاطره اخف واقوى من البلاستيك العادي واسهل في اعاده التدوير نتاعو. والمرسيدس كيف عوضت برشا قطاع بلاستيك في كراهبها بالياف القنب. نحب نوصل لك صديقي واخي المشاهد، ما عادش كي تسمع كلمه القنب الهندي يمشي في مخك طول مخدرات. ونحبك تمن زاده اللي الخالق عمره ما يخلق نبته ما فيهاش منفعه للبشر، اما البشر قرر انه يستعملها في الشر. ونبته القنب الهندي قبل الحصاد نتاعها اللي يجي ديما من اخر سبتمبر لشهر نوفمبر اللي فيه احنا تلقى فيها من 5 ل 12% التي اتش سي رباعي الهيدروكانابينول، وحتى بالنسبه للضعيفه هذه تتسمى ماده مخدره او مهلوسه. والتي اتش سي هو المسؤول الرئيسي على التاثير النفسي والعصبي، وحتى نسبه 1% من التي اتش سي تاثر على المخ. اما القنب الهندي اللي يوصل لتونس على شكل بلايك من 100 جرام ل 250 جرام في نسبه تركيز ممكن توصل حتى 60% تي اتش سي. وفما المغشوشه زاده تلقاها مخلطه وتلقى نسبه الاتش تي سي فيها 20%. حتى المستهلكين مساكن يعانوا من الغش. ونقولوا البلاكه هذه فيها 100 جرام تتكلف كان طارت في المغرب 1600 درهم، بالتونسي يطلع تقريبا 500 دينار. اما كي توصل لتونس يولي سومها حتى 5 ملايين عاد، معناها الجرام نتاعها راس ماله 5 دينارات، كي يوصل لتونس يولي ب 50 و60 دينار و70 ساعه. والتوصيل فما برشا طرق، نقولوا في البر فما الصحراء نتاع الجزائر وكونترا ودنيا ترحي، وفما الطريقه نتاع الجو اللي يبلعها ويركب الطياره، وهذيك هي يسموها سلعه تمر خاطرها على شكل تمره توزن 5 جرامات. وفما الطريق نتاعها البحر في كادرات مع سلعه اخرى عاديه مش ممنوعه معناها. والمغرب في 2021 قننت زراعه القنب الهندي واعطت رخص للفلاحه باش يزرعوا بشكل قانوني، اما تحت الرقابه ويمشي المحصول الكل يا استعمال طبي ولا استعمال صناعي كما حكينا في اول الفيديو. اما الترفيه مازال ممنوع للحظه هذه. والمغرب عطات الحق لثلاثه اقاليم كهو باش تزرع القنب الهندي بصفه قانونيه، اقليم الحسيمه، اقليم شفشاون، واقليم تاونات. واقليم شفشاون وحده ينتج في 60% من نبتة القنب، وهذا ما نحكيوش على طرنطة ولا زوز، نحكيو على أكثر من 20,000 طن. والمشكلة اللي في 2024 وصل إنتاج الفلاح اللي عندهم رخص للزراعة 4000 طن كهو. أما حسب تقارير الأمم المتحدة عام 2003 المغرب تنتج في 47,000 طن من نبتة القنب الهندي، معناها طورها وصلوا 70 ولا 80,000 طنطة. ومستحيل تقنعني اللي المغرب ما هيش فايقة بالإنتاج هذا الكل. أما عاملة كما سوريا في عهد بشار الأسد، وقتها أخو بشار كان عنده معامل لصناعة مخدر الكبتاجون، وقتها تحول الدولة تولي هي الكارتيل، وقتها تولي المصيبة على الدول الكل. ما عاش فيها حل. حل جوجل ماب واكتب منصورة المغرب تو تجيك بلاصة كلها خضراء، هذيك 60% منها سواني قنب هندي. برشا في عمري ولا أصغر مني ولا أكبر مني يقولوا هم مقتنعين اللي زطلت كلمي الراس وما فيها حتى مشكلة. أما الحقيقة هي كلها مضرة من جميع النواحي، الصحية، النفسية، الاقتصادية والقانونية. تزيد في دقات القلب وسرعة الدورة الدموية اللي تخلي القلب يخدم أكثر من اللازم وانت مش قاعد تبذل في حتى مجهود بدني، وهذا اللي يأثر على الجسم وتخليك مدمنا عليها وما تنجمش تعدي نهارك بلاش بها. ويولي عندك الاكتئاب برشا، تأثر على المخ، وخاصة التلامذة تولي عندهم ضعف الذاكرة ومشاكلها القانونية اللي كنا نعرفوها اللي بطبيعتها باش تسبب لك مشاكل عائلية. وكي تدمن عليها تولي تلوح في فلوسك وتولي عايش تجري وتخدم في الاخر باش تكيف سيجارو مهزله. معناها من جميع النواحي راك خاسر صديقي واختي المستهلكه. ان شاء الله وصل المساج. حقا نسيت هذه راهي دقله معجونه يعملوا بها في المقروض. وكل عاده بارتاج والسلام.